شوف محمد، يعني الحديث كان الزميل عبد العزيز يتحدث عن المشاكل النصروية، وطوال حديثه أنا كنت استرجع بالذاكرة الموسم الماضي اللي أنا كنت فيه في النادي الأهلي. الإدارات إذا أرادت النجاح عليها أن تحول أعداء النجاح إلى أدوات للنجاح. أما مسألة أني أنا أقعد أقول والله يحاربوني ناس كثير برا النادي فبالتالي أنا راح أجلس أحط رجل على رجل، وأي نتائج سلبية في الفريق فبالتالي أنا سأوعزها لمن أنا أطلقت عليهم من يسمون بأعداء النجاح. للأسف الشديد يعني الموسم هذا النادي الأهلي يمر بأزمة كبيرة جدا منذ بداية الموسم. أنا أعتقد أن هي أزمة ثقة. المدرج الأهلاوي مع كامل الاحترام والتقدير للإدارة الحالية لا يثق بهذه الإدارة ولا بعمل هذه الإدارة. أنا أتذكر في الحصاد من قبل يمكن 5 أو 6 أشهر تحدثت أن الأهلي يفوز ولكنه غير مقنع بالنسبة لي. كانوا كثير من الأهلاويين يرون أن الفريق فعلا ينافس ولكن ما في هوية للفريق. أنا أعتقد أن الخلل الكبير هو خلل إداري. مسألة تنفير أعضاء الشرف، تنفير الداعمين، دائما عيش الوهم أن كل من حولك يحاربك ستقع في المحظور. وهذه المشكلة اللي تعاني منها إدارة النادي الأهلي في هذا الموسم للأسف الشديد. أنا طوال الفترة الماضية ما حبيت أتطرق كي لا أحد يقول أنني أصفي حسابات، وأنا ما عندي أصلا حسابات مع أحد كي أصفي، ولكن عطفا لأنني كنت مدير المركز الإعلامي في الموسم الماضي. ولكن ما يحدث في هذا الموسم تحديدا هو نحر لهذا المدرج العريض الذي قدم ملحمة كبيرة في الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تحقيق الأهلي للثلاثية التاريخية. إذا كان هناك أخطاء فنية ولاعبين، أنا أعتقد العمل الإداري هو الأساس. كيف أنت كإدارة نادي تستطيع أن تناقش المدرب في أخطائه؟ هذا عملك أنت.